في 2010 نزل ألبوم اسمه كينج كونج، وكان انتشاره غير طبيعي. مطرب محدش يسمع عنه اصلا ولا يعرفه، واسمه غريب وستايله اغرب. ايوه هو ده نادر ابو الليف. قدر ان اسمه يلمع من اول ألبوم كده، وبقى نجم وسط اسماء تقيله جدا في الوقت ده. بس نادر ابو الليف الصراحه شاطر قوي، عمل نقله كده في عالم الموسيقى في بدايه ظهوره، واغانيه اللي هي اصلا مش كتيره بس قدرت تجمع بين اذواق كتير ورضتهم كلهم عادي. وحتى الناس من جميع الاعمار كمان كانت بتسمعه، لان الاغاني كان فيها نوع من انواع التمرد والخروج عن السياق، وده كان واضح جدا في اغنيه مستهون بالستات يا اخويا. حاجه جديده محدش يقدر يقولها اصلا كده. وغير نوع الكلمات اللي كانت بتتغنى، الا ان برضو الاغاني بتاعت ابو الليف ما طلعتش من حته الغنى الشعبي، هو صوته مساعد على كده برضه، يعني هو صوته قوي قوي. نادر انور جابر هو اختار لي اسم كده عشان يبقى مميز، وكان مميز فعلا حقيقي. يعني هو من زمان قوي، من وهو صغير كان حلمه انه يبقى مغني ويبقى نجم، وكان دايما بيشارك في حفلات المدرسه والمناسبات والحاجات دي. وطريقته ما كانتش عاديه، وكان متميز من وهو صغير برضه. بس على الرغم من ان طريقته ما كانتش عاديه، بس في حاجه واحده بس فضل متمسك بيها، وهي الموسيقى الشعبيه، الثقافه اللي نشأ عليها اصلا. دي الحاجه الوحيده اللي فضلت ملازماه طول مراحل عمره، لانها حقيقي حاجه بتعبر عننا احنا، فما ينفعش نرميها كده. ممكن نطورها بس ما نستغناش عنها. اول ألبوم كينج كونج بداية غير بداية اي حد يعني، او ألبوم لفنان محدش يعرفه اصلا وينجح ويغزو العالم العربي. والألبوم ما كانش كبير نوعا ما، بس كل اغنية منه نجحت لوحدها. يعني العادي انك تلاقي فنان عامل ألبوم وينجح منه اغنية اتنين نصه لو الفنان ده مشهور قوي يعني، انما كينج كونج كنترول ايه نجح كله. والالبوم او الاغاني بتاعت ابو الليف عامه كانت واخده تيمبو سريع، والايقاع كان حاجه جديده كده، مش بس مقسوم، لا تحسوا منه حاجه تكنو بس الغنى شعبي برضه. بقول لك متاثر بالثقافه. كينج كونج اثر في الناس تاثير واضح. اغاني الالبوم كانت كلماتها زي قصه كده، فالناس بتحب انها تسمع قصص. يعني كانت الاغاني فانك قوي، ومصطلحات شبابيه جديده خالص، وخارج المألوف كمان، وفيها مواقف برضه، يعني مواقف كوميديه كده. ودي فتره 2010 ما قبل الثوره، فالناس عايزه تفك. الخلطه السريه لصنع اغنيه شهيه، طرب شعبي زائد كلمات سهله زائد مصطلحات جديده خالص زائد كلام مباشر بيعبر عن هموم الناس والحاله اللي عايشينها، بيحكي عن الناس، بيعبر برضو عن حاله الفرح اللي بيعيشوها، تمرد على العيشه او على الجنس الناعم، ومن الحاجات اللي بيتعرض لها الشباب اللي في السن ده غير كل ده برضو كان نادر ابو الليف بيدخل ايقاعات الكترونيه، مش ايقاعات حيه خالص، حاجات كلها معموله بالكمبيوتر، سهل الناس تحسها، مش حاجه ناشفه كده عشان تمشي مع الشباب اللي بيسمعها ويحس انها حاجه جديده، ويكون ابو الليف ظاهره جديده ويقدر انه يلمع بكل سهوله. وغير كل ده اسلوبه المميز برضو، اللي تحس في اغانيه انه بيهزر او بيفضفض معاك، برضو ما تسمعوش بيغني حاجه فيها نوع من الحزن مثلا، مش بيدوشك بمشاكله. يعني هو لو هيحكي مشكله مثلا، يا يحكيها بشكل كوميدي يا يحكيها زي ما تكون على لسانك انت، حكايه منك. يعني كل فتره كده بتلاقي فنان جديد طالع وبيلمع، وده بيتحدد بناء عن كذا حاجه، الكلام المميز او الاسلوب او طريقه الغنى او الصوت او حتى الموضوع الجديد ده. وكل دول كان عنده ابو الليف اصلا. بدايه ابو الليف اللي هو ممكن نعتبره ألبوم كينج كونج، بس هو من قبل كده بكتير، بس دي الانطلاقه. يعني بدايه مميزه جدا، مش بس كستايل اغاني او ستايل مزيكا عموما، لا، يعني اول ألبوم لفنان في مسيرته وينجح نجاح فنانين كبار من زمان ما حققوش النجاح ده حتى في نص مشوار. الألبوم لما جه ينتشر ما كانش على المستوى المحلي، ده كان تقريبا في اغلب الوطن العربي لغايه هنا. وابو الليف كان معاه شويه حظ، هو برضه بادئ في وقت نصه صح ونصه غلط. نص الصح ان الفتره دي كانت محتاجه تغيير في مسار الموسيقى اللي بقاله فتره كده على نفس التيم، وما كانش في حد جديد بيطلع، كان الشعب كله ماشي في حته، والاغاني التانية اللي من انواع تانية غير الشعبي ماشيه في حته تانية خالص، ولسه الالكترونيك ميوزك مش موجوده قوي. يعني ما كانش في ناس كتير خدت التجربه برضه، كان لسه مؤسسين المهرجانات بيجربوا الالكترونيك ميوزك، وحتى النقاد ما كانوش بيسمعوا عنهم عشان يقولوا ايوه تستحق التجربه او لا. فدي فرصه كبيره لحد صوته حلو وعنده اسلوب مختلف عن الباقي وحاجه جديده يقدمها، فده النص الحلو لنادر ابو الليف. اما النص الوحش هو ظهوره في وقت خلاص دخل على ثوره، وبرضه رصيده من الاغاني كان هو ألبوم واحد واغنيه لفيلم تجاري واقع محدش شافه تقريبا، بس كالعاده الاغنيه بتاعته نجحت. يعني الألبوم فضل مثلا في السوق بتاع سنه كده وحصلت الثوره. بس قبل ما ندخل على وقت الثوره خلينا نقف عند 2010 شويه. طبعا ابو الليف بانتشاره الواسع ده اكيد هيقابله نقاد، ده شيء بديهي، فكانوا بيحاربوا ابو الليف بقى وبيقولوا ان الاغاني بتاعته قد ايه تافهه ومفيش كلام جد. طب ما ايه يعني يا معلم، احنا عايزين نتبسط، واعتقد الاغاني مش غرضها الاساسي ان تقدم رساله بجد. اهو ده بقى اللي بيخلي المستمع يروح لاغاني زي المهرجانات، الحاجات اللي بتعتمد على الهزار والفن كده. احنا مش عايزين تعقيد، احنا جايين نتبسط، وده اللي بيخلي بين الفتره والتانيه يطلع ستايل جديد من الاغاني. ما هو اصل الزمن بيتغير، ده حتى الدوله كانت مملكه وبقت جمهوريه، فالشباب ساير وعايز يتغير. ده كان تحدي من ضمن التحديات اللي قابلها ابو الليف. وفي برضه جانب تاني ابو الليف بعد ما حقق نجاح، بس كان جانب شخصي شويه يخص العيله بتاعته، مش عايزين نتكلم فيه لان ده الجانب الشخصي بتاعه هو، بس دي كانت مشكله برضه مقابلاه. يعدي سنه وتحصل حاجه غير متوقعه في مصر، وهي ثوره
ثوره 25 يناير، فطبعا الثوره دي مش كله هيبقى مركز انه يعمل حاجه جديده، فغياب ابو الليف كان مؤكد، ومن غياب ابو الليف بتخلص الثوره وبيحصل بعدها ثوره تانية. ما تقلقش مفيش ثورات تانية حصلت، كانت ثوره موسيقيه بس يعني. اللي فيها طلع للنور مغنيين المهرجانات باغانيهم الجديده بالكلمات الجريئه بستايل مزيكا كله الكترونيك اللي كان معتمد عليه نادر ابو الليف. فكل ده كان وسط غياب ابو الليف. المفروض يبقى في اقبال من المنتجين على حد نزل اول البوم ليه ونجح، فليه ما نعملش يا عم فيديو كليب ولا حاجه؟ بس المنتجين قالوا ان فتره قبل الثوره حاجه والفتره اللي بعدها حاجه تانية. في ناس جديده لسه ظاهره وبتقدم حاجه كويسه برضو زي امير عيد وزي الشباب بتوع المهرجانات والشباب اللي بتقدم حاجات زي الراب، يمكن مش راب بس حاجه جديده، فنروح لهم هم احسن. ليه نروح لحد يمكن يكون نجح بالحظ او يمكن هو كان مجرد طفره وعملها مره ومش هتحصل تاني؟ وكل ده طبعا حاجات فوق بعض قادره تهد نادر ابو الليف وما يكملش مشوار. وكل اللي بيحصل ده مع غياب حاجتين: الدعم الاعلامي لنادر ابو الليف او ان الاضواء تتسلط عليه شويه. ده راجل عامل البوم واحد ونجح، المفروض يعني يتعمل له انترفيو ولا حاجه. النهارده اللي بيجيب طبق كشري بيعملوا له انترفيو، اللي بيبيع جاكيت اسباني ب 350 جنيه بيجيبوا له استوديوهات وكاميرات وشغل. انما في فتره ابو الليف كان كل حاجه موجهه ناحيه الثوره وتاثيرها ونسوا الشباب اصلا. والحاجه التانيه بقى هي غياب قناه ميلودي. ايه علاقه قناه ميلودي بنادر ابو الليف؟ الحقيقه ان البوم كينج كونج كان انتاج قناه ميلودي اصلا. طبعا قناه ميلودي قناه الطفوله، يعني عشنا معاها حاجات كتير ديرتي بس قشطه يعني عشنا وخلاص. وطبعا بعد الثوره انتاجات ميلودي لنفسها قلت واصبح في حاجه اسمها سوشيال ميديا، فنردم بقى على الكلام ده. الحاجتين دول يمكن نقول اكتر شيء اثر في غياب نادر ابو الليف لغايه النهارده. وعلى الرغم من اللي حصل الا ان نادر ابو الليف ما استسلمش وبرضه حاول تاني، بس الفتره اللي غابها كانت كفيله بتغيير الذوق العام كله من بعد الثوره الموسيقيه اللي حصل. ونادر ابو الليف برضه كان ممكن يحاول يتماشى مع الاغاني الجديده اللي نزلت السوق في الوقت ده. مش مهم الحاجه الجديده اللي عملتها، ممكن نغير المسار شويه عشان يتماشى مع الجمهور الجديد، وبعد كده نبقى نرجع تاني للابتكار وبدماغ جديده كمان. وخصوصا ابو الليف كان عنده مقومات النجم اصلا، فمش صعب انه يدخل موجه جديده. بعد كل اللي حصل ده مفيش كلمه واحده بس طلعت من نادر ابو الليف فيها تاكيد انه اعتزل، هو بس اختفى تدريجيا. ومعظم الجيل اللي عايش دلوقتي يمكن ما سمعش عن ابو الليف كويس، يمكن لو سمع حاجه ليه يقول لك ايه ده، دي اغنيه جديده ولا ايه؟ لانها فعلا معاصره للوقت اللي احنا عايشينه دلوقتي ومعاصره لوقتها برضه. كان ابو الليف شاطر بس الحظ ما كانش معاه للاسف، والتحديات اللي واجهها كانت صعبه جدا اذا كان على المستوى الشخصي او مشاكل الانتاج او اي مشاكل واجهته. بس كان الاحسن انه يدور تاني جوه ابو الليف. على الرغم من مسيرته اللي خلصت بهدوء خالص الا انه ساب بصمه برضه، وناس كتير دلوقتي تعرف مين هو نادر ابو الليف. انك تبقى ناجح في اي مجال ده مش هيخليك بطل، اللي يخليك بطل بجد انك تفضل ناجح وتطلع من المفرمه دي وانت مبتسم حتى لو بتموت. واعتقد لو ابو الليف فكر انه يرجع للساحه تاني في الوقت ده بستايل مواكب، اعتقد هيرجع احسن من الاول. ممكن عادي جدا نشوفه في حاجه جديده، يمكن ما تكونش راب وما تكونش شعب برضه، يعني زي ما هو كان بادئ عادي غنى وصوت حلو بس على مزيكا موجوده الايام ده عادي وبتتعمل، ويقدم كلمات تانية يمكن منه. مش لازم ايمن بهجت قمر، هو جامد فشخ، بس اعتقد غيابه مش هيأثر على نجاح ابو الليف من عدمه. وبس كده، دي كانت الحلقه الاولى من مجازر فنيه. ومجازر فنيه عباره عن ان فنان كان موجود في زمن ما مبقاش موجود معانا دلوقتي، فبنتكلم عنه كده وبنفتكر شويه من ذكرياتنا القديمه معاه. ولو عجبتك السلسله دي ممكن تقول في كومنت مين الفنان اللي عايزنا نتكلم عنه وكان في مجزره فنيه. وبس لو عجبك اللي بقدمه ممكن تدي لايك وممكن سبسكرايب وممكن تدي كومنت. شوف عندك كذا اوبشن، مش حرمك من حاجه خالص ويلا صباحكم ومساءكم لذيذ.